شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين مرتاحين. وعدتكم اسوي لكم التعليم الفيلم، باو عليه تعليم شلون الفيلم. هذا السيليكون، هذا المسدس ماله تحط بالاطراف، هم اي واحد يشتغله، يعني ما رايق صعوبه. خلي اكس هيجي خليني وعليك. احنا شو نسوي اذا تريد تتعلم ابو علي؟ اذا تريد تتعلم الديسكر شلون وهاي شلون تشتغله، تدق واحد بالعرض. انتبه وياي على كيف امير بالتصوير وابو علي تدق بالعرض واحد، اوكي؟ ونفس يسوي مثل راسي، تشتغل وحده ورا وحده، وحده ورا وحده. هسه انا ايش عندي هنا؟ عندي نار مخفيه، نار بالسلك، يعني هاي الكمية نار مخفية. هذا كنتور، صفحة الكنتور هنا، عندنا الحل لأن صفحة الكنتور هنا. لفين الفرق هنا، خلينا من هنا، خلينا من هنا متر، لان هي 50 و50، وبعدين من هنا خليها 50 و50، خلينا من هنا متر ومن هنا 50، لان من هنا حيجي برفل، اوكي؟ اهم شيء واجهه الباب، واجهه المعرض. هنا باب خلينا نطلع شلون تشتغل تعليم الفيديو. اهم شيء يكون ماكو رطوبه بالسقف وماكو واير. اي شخص يشتغل هاي الشغله، اي شخص ابو بير، مو ابو بير، اي شخص يشتغل هذا الفيلم، شباب بنات كل واحد يقدر يشتغل. لكن ما شباب يقدر يشتغل هذا زجاجي البارح تلويك، اي شخص يقدر يشتغل. مش من هناك من اليمين بعدين حتى يقولون التصوير صور، هم يقولون الصوت مو واضح، التصوير مو واضح، بصور انه التصوير حلو لان يستاهلون. وشكرا على 34,000 مشترك. حلو يعني شباب السقف واردي، يعني هذا حصل ضلع بلون ضلع اوتيشنكو، هذا بلونه راح اشتغل التغليف الصبغ.
وهذا الشغل ترى مو صعب. ان شاء الله نكمل لكم الشغل كله ونصور لكم امير صورهم بين ما نشوف القصات ونكمل لكم تصوير ضيعتين نصور على كيف اليوم على كيف. هذا سقف شباب بعد النقصات مركبينها. هاي نار المخفية بنص الغرفة 3D بالاختبار. أمير برا طفي لي ناره. لا تنسون بالاشتراك والإعجاب. تابعونا المقطع الثاني. هذا السقف شباب.